مساء الخير. الفيديو اللي فات اتكلمنا على ان لازم نساعد بعض لان في ايام مش كويسه احنا فيها دلوقتي، والايام اللي جايه كمان مش كويسه. النهارده هنتكلم على الايام السوداء الوحشه اللي جايه على كندا في خلال شهر مارس اللي جاي. ليه بقول الكلام ده؟ لأن ترامب مازال مصر على إن هو يفرض تعريفات جمركية على الصادرات الكندية 25%. الناس بتقول إن ترامب مجنون واللي بيعمله ده كله نوع من الجنون. لا، هو مش مجنون، هو راجل اقتصادي بحت مش سياسي، ملوش دعوة بالسياسة. هو مخه تجاري، هو عايز يكسب، بيخش مفاوضات، عايز يكسب. عشان يكسب المفاوضات دي لازم يحط سقف ليه عالي بان هو هيستخدم القوة وان هو هيهدد وبيعمل وبيعمل وبيعمل. وصاد الكلام ده اللي قدامه بيخاف، فلما يخاف اما يجوا يقعدوا مع بعض على في ترابيزه مفاوضات كده، اللي قدامه لازم هيوافق على اللي هو عايزه، ولو ما وافقش على الاقل هيوافق على 90% 80% من شروطه، وبالتالي بقى هو في كل الحالات كسب. ده مخ ترامب وهو ده اللي بيعمله، وما عندوش مشكله انه يرجع في كلامه، وما عندوش مشكله انه يعني يقولوا عليه عيل. الكلام ده ما بيفرقش معاه، هو بيفرق معاه يجيب ازاي فلوس لبلده. مخ اقتصادي بحت. زي الدليل على كده ان هو عامل دلوقتي يقول لك هديك جنسية أمريكية ب5 مليون دولار، اللي هو الكارت الذهبي. ال5 مليون دولار دي فكر فيها وابتدى يوزعها على الناس، مش بس على الناس، على الشركات كمان. يقول لهم لو عايزين تجيبوا حد موهوب يشتغل معاكم ادفعوا له 5 مليون دولار. لو مش عارف مين رياضي عايزين يجيبوه 5 مليون دولار. فبيفكر ان هو بيقول لك لو انا جبت 10 مليون كارت بعتهم في 5 مليون دولار، عملت 50 تريليون دولار، سددت بيها كل ديون امريكا، وبقى معايا كمان 15. فده مخ تجاري، مخ حلو، بيحب بلده، بيفكر كويس. احنا المشكلة ان احنا يعني هنروح في داهية في التفكير بتاعه ده، لان احنا مفيش حد قادر يقف قصاده بنفس التفكير. تعالوا نشوف مع بعض ايه السيناريوهات اللي محتملة، وليه بقول ان الايام الجاية الايام مش ظريفة. انا ممدوح من مصر، بشتغل مستشار مالي وتأمين في أكبر شركة تأمين في كندا، وبعمل فيديوهات عشان أعرف الناس اللي بيحصل، لا أقل ولا أزيد من كده. طيب، المفروض ترامب قرر إن هو هيزود 25% تعريفة جمركية على بعض السلع اللي هتروح من كندا لأمريكا، جمارك. طبعا تريدو رد عليه وقال إن هو لو عمل كده أنا كمان هزود جمارك، والموضوع يعني خناقة بينهم وبين بعض، وربنا يستر. تعالوا نشوف ايه السيناريوهات اللي حاصله. اول سيناريو ان ترامب ما يرجعش في كلامه ويقرر فعلا ان هو يحط 25% جمارك على بعض السلع من كندا، بس في نفس الوقت ريدو يرجع في كلامه وما يقدرش ينفذ الوعد اللي هو قاله والتهديد اللي هو قاله، ويفضل زي ما هو البضاعة الأمريكاني اللي بتخش. إيه اللي هيحصل في الوضع ده؟ أول حاجة إن الشركات اللي هنا بتصدر لأمريكا معظمها هيقفل، ولو قفل هيطلعوا يشتغلوا في أمريكا، وده اللي عايزه ترامب. بس لو قفل ناس كتيرة جدا هتسيب شغلها وهيقعدوا في البيت، ودي هتبقى كارثة. ليه؟ لأن الناس لما هتسيب شغلها ايه اللي هيحصل؟ هيدور على شغل تاني، وهو اساسا في مشكله في الشغل، الناس مش بتلاقي شغل. هيبقى السرقه هتزيد والحوادث هتزيد والكلام ده كله هيزيد. طبعا الاسعار الحاجات الامريكاني مش هتزيد لانها اوريدي هو ما اتفرضش عليها جمارك، بس ممكن الحاجات الكندي تبقى مرطرطه اكتر في السوق، ما تعرفش ايه اللي هيحصل، انما الاقتصاد في الغالب هيقع والدولار هيقع. فده اول سيناريو بتاع ان ترامب يكمل التهديد بتاعه وترودو يقول لا. السيناريو الثاني ترامب يجيب التهديد بتاعه ويقول اوكي انا برضه هفرض ال 25%، بس تريدو يطلع جدع ويقول اه انا كمان هزود ال 25% بالمثل. بس ده خراب علينا. ليه بقى؟ لان في شركات هتقفل وتروح امريكا، الناس هتقعد في البيت اكتر واكتر. بس المشكلة ان الاسعار احنا بنتكل زي ما ترامب قال 95% على امريكا. ففي حاجات كتيرة كتيرة جدا بنجيبها من أمريكا إحنا بنستخدمها، يعني أقلها الأكل واللبس والجزء من العربيات وحاجات كتيرة جدا. فتخيلوا كل الحاجات دي زاد سعرها 25%، فالعملية صعبة جدا. في كيباك يمكن مش هتبقى الوضع صعب زي المقاطعات التانية، يعني روح مقاطعة زي أونتاريو مثلا، شوف ميساجا أو تورونتو، هتلاقي معظم حتى محلات الأكل هناك أمريكاني، جاية من أمريكا، عاملين زي تشين يعني. فانت متخيل لو انت رايح تاخد مراتك وولادك ورايحين تتعشوا وبتدفع $100 بلس تاكس مثلا تبقى $113، راح هو مزود لك 25% على كل حاجه هناك، بقى بدل $100 هتبقى 125 بلس تاكس، وصلت تقريبا $140. يعني الموضوع من 113 زاد ل 140، بقى رقم كبير جدا في ثانيه كده، في ثانيه. قيس على كده بقى ايه لو بيجيبوا لنا خضار، لو بيجيبوا لنا مش عارف معلبات، لبن، البان، طبعا اللبس، كل حاجه هتلاقيها زادت
25% بلس تاكس، والرقم ده هيبقى كبير جدا علينا. في الحالة دي هتلاقي ان السرقة زادت تاني، الاسعار ابتدت تولع، الناس مش هتقدر تعيش، والموضوع هيبقى اصعب واصعب، الاقتصاد الكندي هيقع اكتر والدولار هيقع اكتر، وهتبقى سيناريو صعب جدا علينا. السيناريو الثالث بقى ان ترامب يطلع كده يقول لك ايه، هتنزل المرة دي، بس المرة الجاية مش هتنزل ابدا، ان هو يرجع في كلامه ويقرر ان هو يأجل الموضوع ال 25 ده لشهر تاني مثلا او شهرين كمان. في الحالة دي هنبقى خدنا هدنة شوية، الوضع مش هيتغير، هيبقى زي ما هو دلوقتي، بس هيبقى عندنا 24 مارس المفروض تريدو خلاص ماشي، والمفروض ان الحزب الليبرالي بيجيب راجل جديد. الاثنين اللي مترشحين مارك كارناي اللي هو محافظ البنك المركزي، فريلاند اللي كانت وزيرة المالية، في الغالب مارك هيكسب، ولو مارك كسب هيبقى هو رئيس الوزراء. في الحالة دي عندنا اتنين سيناريو. اول سيناريو ان هو يجي بيير بوليافر اللي هو زعيم المعارضة ويعمل سحب ثقة للحكومة تاني، فيكون النتيجة ان الاثنين اللي هم حزب الان دي بي والبلوك كيبيكوا اللي هم يعني طلعوا اندال في المرات اللي فاتت كتيره جدا، يكملوا نداله، وده واضح جدا ان هو بيعملوه دلوقتي، وما يوقعوش الحكومه، فتفضل الحكومه مستمريه معانا بالحزب الليبرالي لغايه شهر 10 اللي جاي، وده يبقى ربنا يستر علينا في الايام دي كلها. السيناريو الثاني ان سحب الثقه ينفع ويطلعوا رجاله ويوافقوا على سحب الثقه، فيتعمل سحب ثقه للحكومه، وبالتالي هيجي انتخابات مبكره، قد تكون يمكن في مايو مثلا او في ابريل واتيفر، بس ده هيكون بدايه للاصلاح شويه. لو جات اتغيرت الحكومه وحصل ان في حد جديد ويكون اقوى شويه ويعرف ازاي يعمل مفاوضات مع ترامب، زي يكون مخه بنفس الطريقة الاقتصادية ويعرف يعمل مفاوضات، على الأقل ما نوصلش للحالة دي خالص. الأيام الجاية صعبة، الأيام الجاية مش سهلة فعلا، ربنا يستر علينا، لأن فعلا احنا داخلين على أيام مش ظريفة، وعشان كده قلت لازم نساعد بعض، يا ريت كلنا نبقى ايد واحدة ونساعد بعض. طبعا دي فرصة للناس المستثمرين اللي بيجيبوا بضاعة من بلادهم، لو حصل أي سيناريو من السيناريوهات دي إن هو يبتدي يجيب، لأن في الوقت ده السوق هيبقى مستحمل إن هو ياخد حاجة تانية أرخص من اللي موجود، وبالتالي يقدروا يستثمروا كويس جدا جدا جدا، ويشتغلوا كويس جدا جدا جدا، ويكسبوا كويس جدا، لأن السوق هيبقى عايز اللي يدي سعر أقل. فالموضوع مش محتاج استغلال، الموضوع بس ذكاء إن أنت تجيب سعرك يكون اقل من المنتجات الامريكاني من المنتجات الكندي وتوقف. تاني حاجه موضوع المقاطعه اللي احنا اللي ندى بيه ترودو والناس، وقال لك ان احنا نقاطع المنتجات الامريكاني. الموضوع مش سهل زي ما الناس متخيله، طبعا، بس في حاجات موجوده من امريكا ملهاش مثيل، هتعمل ايه ساعتها؟ هتضطر تاخدها غصب عنك. بس طبعا لو قدرنا نعمل كده ونستخدم الحاجات الكندي عشان نقدر نرفع الاقتصاد الكندي، ده يبقى حاجه كويسه. ربنا يعدي الايام على خير، وان شاء الله يبقى كل الامور كويسه. سلام.